إلى تعزيز صفوف الفريق بعناصر قادرة على صناعة الفارق في المراحل الحاسمة المقبلة. وبحسب المصادر فقد أنهى الأهلي اتفاقه النهائي مع نادي سيراميكا كليوباترا لضم المهاجم الشاب مروان عثمان على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وجود بند يمنح الأهلي أحقية الشراء بنهاية الموسم. هذه الخطوة جاءت بناء على توصية المدير الفني الدنماركي يستروب، الذي أكد ثقته في قدرة اللاعب على إضافة قوة هجومية مميزة للفريق. وكشفت المصادر أيضاً عن مكالمة مباشرة جمعت بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، تم خلالها الاتفاق على جميع التفاصيل لتصبح الصفقة شبه رسمية، وتكون ثالث صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي بعد عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي ويوسف بالعمري الظهير الأيسر للرجاء المغربي. وفي سياق آخر، حسمت إدارة الأهلي الجدل حول مستقبل إمام عاشور، مؤكدة عدم تلقي النادي أي عروض رسمية لرحيله، رغم تألقه اللافت مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2025، خاصة بعد دوره الحاسم أمام كوت ديفوار بصناعة هدفين مؤثرين. وأكد مصدر مسؤول أن عاشور غير مطروح للبيع نهائياً، وأن التركيز الحالي ينصب على المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال إفريقيا. أما بالنسبة للمالي أليو ديانغ، فقد أكدت مصادر إعلامية وجود اتفاق مبدئي بين اللاعب وأحد الأندية الخليجية للانتقال بنهاية الموسم، على أن يعود إلى القاهرة خلال أيام للانضمام لتدريبات الأهلي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده. بهذه التحركات يسعى الأهلي لرسم ملامح المرحلة القادمة بثبات، مع الحفاظ على هيبته القارية والاستعداد للعودة بقوة إلى منصات التتويج. تجدر الإشارة إلى أن مروان عثمان كان أحد نجوم فريق الشباب في سيراميكا، حيث سجل 12 هدفاً وصنع 7 أهداف في الموسم الماضي، ما جعله محط أنظار كبار الأندية المصرية. ورغم صغر سنه، إلا أن خبراء الأهلي وصفوه بأنه المهاجم الذي يملك حساسية التهديف في اللحظات الحاسمة، وهو ما يحتاجه الفريق في ظل ضغط البطولات المحلية والقارية.